أعزائي المتابعين، السلام عليكم وأهلا بكم وفيديو جديد. الديوان الأردني يعلن منذ قليل عقد قران سمو الأمير الحسين والآنسة رجوة آل سيف كتب كتاب ولي عهد الأردن الأمير الحسين ورجوة، والديوان الملكي يعلنها. وأيضا بكاء ملكة الأردن الملكة رانيا العبد الله بعد عقد القران، ووالدة رجوة آل سيف تبكي فرحا بعد كتب الكتاب. أعزائي المتابعين، لو انتم من محبين العائلة الهاشمية اعملوا لايك للحلقة حتى يعلموا عدد محبيهم. تفاصيل مهمة بنعرفها جوه الفيديو، كملوا معانا الفيديو للنهاية. يستعد الأردن لحفل زفاف ملكي هو الأول منذ سنوات طويلة. عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن على الآنسة رجوة خالد السيف، والكلام ده بيكون يوم السبت المقبل في احتفال مهيب بتقاليد ملكية هاشمية أردنية وحاضرة في الذاكرة الأردنية والعالم العربي. وستتبع مراسم حفل الزفاف والتقاليد البروتوكولات الخاصة بالأفراح الملكية الهاشمية الأردنية. كما أقامت الملكة رانيا العبد الله في الديوان الملكي الهاشمي حفل عشاء بمناسبة قرب زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والآنسة رجوة آل سيف. كما نشرت الملكة رانيا فيديو مصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي توثق لحظة الاحتفال الذي تم تنظيمه من قبل ملكة الأردن الملكة رانيا العبد الله. وحضر الحفل العديد من الأميرات، وكان منهم وأهمهم الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني، وأيضا الأميرة سلمى بنت عبد الله، وعدد من أفراد عائلة آل سيف، ومدعوات من مختلف محافظات المملكة الأردنية. وزفوا العروس بالحنة وأغاني تراثية وشعبية أردنية وسعودية أيضا. كما قالت الملكة رانيا العبد الله يوم الحنة: إن شاء الله يا رب يسعدكم ويوفقكم ويخليكم لبعض، وإن شاء الله دايما بتكونوا سند وفرحة لبعض. ولحد هنا بتكون أهم تفاصيل حلقة النهاردة. ياريت لو عجبكم الفيديو تدعمونا بلايك واشتراك بالقناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس على الكل، واشوفكم في فيديو جديد.